والتساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها بلادنا أدت إلى اختناق مجاري المياه في عدد من الأحياء وعلى مستوى مجموعة من القناطر بالدار البيضاء الكبرى، ما تسبب في تعطيل لحركة السير والجولان على مستوى عدة محاور، كما سنتابع في روبورتاج هشام شقدال والتحرير لياسين كويندي. سيارة تحولت إلى بركة مائية بعدما غمرت مياه الأمطار العديد من السيارات على مستوى طريق السيارة الرابط بين الدار البيضاء والرباط، حيث ارتفع منسوب المياه بفعل كميات التساقطات التي تجاوزت 30 ملم في ظرف 24 ساعة بالدار البيضاء. كنا خويا جايين من الدار البيضاء غاديين في الاتجاه ديال فاس، فاذا به بقات الماء جاي من هذا الجبل هذا اللي عاطي داخل حتى طلع للنحو ديال السياره لهنا، وصل حتى تقريبا لواحد المتر و20 حتى غرقينا، ومازال الماء هو كتشوفوا هنا الحديه ديالنا ولا مسيل تطلع للطابلو، وسكتت الطوموبيل راه تكون الموتور، والطوموبيله راه في العمر ديالها يومين. انا الطريق مبلوكه من هنا ومن هنا، دخل علينا الماء السيارات، خرجنا خصنا غير نفلوقوا باش قطعنا الناس اللي ساعدونا باش قطعنا الجهه الاخرى. ساعه ونص باش جاوا شي ساعه ونص ما كاين حتى واحد. هذا التدفق في غزارة انسياب المياه على مقطع طريق السيار بمقاطعة البرنوسي شل من حركة السير طيلة ليلة أمس، وكشف واقع البنية التحتية في غياب قنوات لتصريف المياه ومشروع قد يرى النور لحل معضلة هذا المقطع الطرقي. اذا هذا المشروع هذا اللي دابا في القريب العاجل غيتم الانجاز ديالو، غادي يصرف هذه المياه هذه اللي غادي تمشي حتى واحد ان باسان دو ديتوني اللي غتكون هنا في المنصوريه في الراس ديال البرنوسي، وهذيك المياه اللي غتصرف لطريق البحر. هذا هو المشروع اللي غادي يحل هذا المشكل ديال الفيضانات. وقد ظل العديد من المواطنين عالقين لساعات طوال بالطريق السيار في انتظار تصريف مياه الأمطار التي غمرت العديد من الطرق وعرت واقع الهشاشة البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية.